محاولات الجزائر لعزل المغرب مازال ما بغاتش تسالي. السلام عليكم، معكم سعاد نوفا وهذا فيديو جديد. كنا دوينا سابقا على محاولات الجزائر لعزل المغرب على افريقيا جنوب الصحراء، وهذا الشيء باء لهم بالفشل من بعد ما تفضحات بليتو البروباغندا ديالهم. لكن دابا هما تيلعبوا على عزل المغرب على شمال افريقيا. بداوها بتونس وهذا الشيء دوينا فيه قبل، ودازوا لمصر وخصوصا عطاو لطات البريود ديال كاس افريقيا. استغلوا النقطه ديال الكره بما انها ولات اقوى سلاح. جيشوا صفحات مصريه، جيشوا الشعب المصري وردونا حنا قدامهم بحال العدو. لكن دابا طلعوا الليفل اخر، وهو الخرجه ديال تبون في اخر لقاء صحفي ديالو، اللي حاول يلعب المصريين على النقطه ديال جمال عبد الناصر، بحكم ان شريحه كبيره في مصر كتقدس جمال عبد الناصر، وبالنسبه لهم هو ذات القائد الواعر، هو ذات القائد اللي ما كاينش بحاله. لكن المشكله ماشي غير هنا، انك تتحاول تسيطر على الوعي ديال الشعب وتردو لصالحك. المشكل انه جا الرد من السيسي عبر تويتر في اكس اللي كيشيد بالكلام ديال تبون، رغم انه سابقا سميتو انور السادات ومبارك قدموا اعتذارات للحسن الثاني الله يرحمه على ديك المشاركه ديال مصر في حرب الرمال. هنا كنشوفوا هذه الحرب المستميته اللي دايرها الجزائر، الغايه ديالها هي تتحاول تشري الصداع للمغرب مع من والاه. المشكل ماشي هنا حيت حنا عارفين مماخبات، المشكل ان عندنا البعض دغيا كيتقدم في هذا الشيء، ودغيا كيبنوض يدابز ويطايف مع ناس اخرين، وكينسى ان عندنا العدو الاول هو الجزائر، اللي تدير هذه الحروبات هذه سواء مباشره او غير مباشره، غير باش تخبي بليطو وتغطي الفشل ديالها وما تبينش الضعف ديالها. فلهذا ما نبقاوش نمشيو للصراعات الجانبيه ونخليو العدو الاول